حبايب قلب المو، صباح الفل عليكم. طبعا مفيش حد فينا ما سمعش الخبر المنتشر اليومين دول ان الاتحاد الافريقي بيدرس زياده عدد الفرق المشاركه من المغرب ومن مصر ل3 فرق في دوري الابطال. وطبعا الخبر لغايه وقتنا هذا هو مجرد اشاعه، بس انا جاي لك بحاجه حصري كده لحبايب قلب المو، وعايز اقول لك ان الاهلي والوداد لو طلعوا توالت في دورياتهم السنه دي، القرار ده بنسبه 70-80% هيتطبق. وعلى عكس مبادئي بقى المره دي، مش هقول لك دي كوسه وده تعريض، بالعكس ده انا هرفع القبعه للوداد وللاهلي وللمغرب ولاي حد بيعرف ياخد حقه في القاره الوسخه دي، لان دي قاره فاسده بنت كلب وما يعرفش ياخد حقه فيها النضيف. وانا بقى كراجل زملكاوي عايز اعرف انا دوري هيجي امتى. انا زهقت بقى من شغل النزاهه والشرف، انا ما عدتش عايز اداره نادي نظيفه، انا من الاخر كده عايز اداره نادي فاسده. انا زهقت من الادارات اللي بتلعب فوق الترابيزه، انا عايز اداره تلعب من تحت الترابيزه. كل الناس استفادت من القاره دي الا انا. منتخب بلدك استفاد، منتخب المغرب واستفاد، منتخب الكاميرون واستفاد، الاهلي والترجي والوداد استفادوا. يا راجل ده نهضه بركان ابن امبارح استفاد ولعب بيراميدز في نهائي الكونفدراليه من ماتش واحد على ارضه في المغرب وكسبه، وانا بقى اقدم شارع فيها ما استفدتش لغايه دلوقتي. يا راجل ده انا حتى الاستحقاق الوحيد بتاعي عن القرن العشرين كاكتر نادي بقى محقق بطولات واكتر نادي عامل واكتر نادي مسوي، في الاخر ادوا نادي القرن ال 82 كانوا نياوندي. فكده على راي الكابتن محمود الخطيب اتس نوت فير، انتوا وزعتوا الكوسه على الناس كلها وانا ما خدتش. فاتمنى بقى ان في يوم من الايام اشوف في نادي الزمالك ناس بتعرف تاخد حقها وبتعرف من اين تؤكل الكتف. اتفرج يا بيه على فوزي لقح ولا لقجح بتاعهم ده، الراجل خسر نهائي افريقيا في الملعب وخدوا بره الملعب. وعلى عكس ما كل الناس اتكلمت وكل الناس قالت لك فساد ومش فساد، انا واحد من الناس ارفع له القبعه. راجل برنس عارف ياخد حقه حتى لو ملوش حق. الراجل يا بيه خسر الماتش في الملعب وعلى ارضه وفي وسط جمهوره، بس ما سكتش، رفع عليهم سماعه التليفون قال لهم البطوله دي لو ما جاتنيش في تاكس هفضحكم وافضح اللي جابوكم. وهم يا صاحبي عشان ماسكين زلل على بعض قالوا له حبيبي تحت امرك نبعت لك الكاس وفي تاكس، بلا سنغال بلا خرا، دي دوله مش لاقيه تاكل. وبالفعل الوظوا له السلطانيه وادوا له الكاس على طبق من ذهب. وزي ما قلت لك يا صديقي، هو ده اللي ماشي في القاره دي، عشان زي ما قلت لك دي قاره فاسده ووسخه وبنت كلب وعمرها ما هتنضف في يوم من الايام. واتمنى بقى بلاش كلام الناس النايتي والكيوت اللي يقول لك بقى ده حرام واحنا بنكسب بشقانا وبعرقنا. يا صديقي انا زهقت، انا عرقت لما ريحتي صننت وما وصلتش لحاجه. كفايه انا عرق بقى، خلينا نستحمى ونحط نيفيا ونعرف الناس بتاخد حقها ازاي في القاره دي. يا راجل ده المنافس بتاعك القديس بتاعهم لما سالوه على الاختصاص اللي كان بيضربها في ال18 وياخد ضربات جزاء مش حقه، قال لك احنا مش بنلعب لعبه ملايكه. لك ان تتخيل ان ده راي انضف واحد فيهم على حد قولهم. تيجي انت تقول لي عرق وشقه وتلزيق، هي ناقصه قرف؟ ده احنا حرانين خلقه. ومره تانيه وثالثه ورابعه انا برفع القبعه لاي نادي او اي منتخب او اي اتحاد كوره بيعرف ياخد حقه في القاره دي. اشوف وشكم على خيرة الله، احلى اخوات واحلى متابعين.